شاف عقلية محمد صلاح وصلت لفين؟ كابتن محمد صلاح عاش بنصيحة مهمة جدا قالها له حد في حياته: من عاش بمدح الناس مات بذمهم. اللي هيستنى شكر من الناس طول الوقت هيموت لو ما لقاهوش. فهو حط في باله ان انا مش عايز شكر من حد، انا مكمل سواء الناس شكرت او عابت. ده طبقه على مثال الغزالة والاسد اللي لسه قايله لك، ان هو غزالة مهما كان مين وراها مش هتعرف تحصله. يعني بقى اون تراك. الآية العظيمة اللي بتقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القلب اللي هو العقل. مفيش حد عنده عقلين، عقل واحد. يا تخلي العقل يركز في مكسبك وانك تنجح، يا تخلي العقل يركز في انك ترضي الناس وهتخسر. انا ما عنديش سر اقوله لك يخليك تنجح، لكن عندي سر لازم لو قلته لك تفشل، وهو انك تحاول ترضي كل الناس. اوعى تحاول ترضي كل الناس، مش هيرضى عنك كل الناس وهتفشل. دكتور أحمد، أنا بشكر حضرتك وبإذن الله يكون مؤتمر ناجح كما عودتنا في السنوات اللي فاتت. شرفتونا ونورتونا واهلا وسهلا بيكم، وكل الاحترام والتقدير لمجهودكم. شكرا دكتور أحمد، شكرا دكتور.